سلام البنات، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بهذا المعسل التحفة، القنبلة في البنة. شفتوا هذاك اللي يتباع لبرا؟ هذا خير منه. تابعوها معايا وراح تعجبكم اكيد. مكونات سهلة خلاص. ما لهنا بالنسبة للعجينة راني راح نخليها لكم في صندوق الوصف. طبعا تبدأوا تبلوها بعد ما تخلوها ليلة كاملة. هي أقل حاجة ليلة كاملة، لازم تخلوها للبات. لهنا بالنسبة للبلة راني درت لها ماء وما زهر، يعني نص كاس تاع ماء زهر وتكملوا له الماء وتبداو تبلوا. هنا بليتها على خطره بركه واحده وتخلوها ترتاح 5 دقائق. طبعا ما تخلوش العجينه جاريه، بس كراي ما تجيش جاريه خلاهي. وتخلوها 5 دقائق كما قلت لكم. هذا هو سر النجاح المقيرة تاعنا. هنا راح نوريكم معكم طريقة التشكيل. الحبات راح يجوا صغار. وبالنسبة الغرس تاعنا، الحشو تاعنا روق. غرس البطانة اللي استعملت تحلوه بشوية مزهر وزبدة وتعجنوه مليح، وطبعا تنقوه من العظومة، تنقوه بيا. وهذه هي الطريقة. ديروا حربوش وتفتحوه وتزيد ديروا حربوش تاع الحشو تاعكم وتحطوه. هذه المعسلة راهي راح تجيكم ناجحة متأكدة، خير من تاع الورشات وخير من تاع البر. طبعا راكم تقسموهم يكونوا صغار، حبة المقيرة تاعكم ما يجيش هذاك الكبير. هنا راني قسمت الحربوش على 2، راح يجيني سهل في التشكيل وفي القصة. كما قلت لكم طريقة البلة تاع العجينة راني راح نخليها لكم في صندوق الوصف. وها هي حبة المقروط تاعنا، حبة المقيرة تاعنا. راني مسرعت لكم في الفيديو باش تشوفوا كلش، يعني مخليش الفيديو تاعي يجي طويل ياسر. وبالنسبة لطريقة القلي راكم انا قليت في كسرونة، بس كراي تساعد خير من المقلة. وهما لازم يعوموا في الزيت، يعني لازم يكون زيت اعلى منهم. هذا هو سر القلي تاع حبات المقير. وطبعا من تخرجوه من الزيت ديريكت للعسل، العسل يكون بارد. يعني المقير تراو ما كانش ما اسهل منه. وهاي بعد ما شكلت الحبات تاعنا، شوف كيفاش جاو فينين روعة وصغار وحلوين ويهبلوا. وهاي كما قلت لكم راني قيتهم في كسرونة. طبعا خليت الزيت يسخن مليح وبعد كده نقصت عليه شوية باه ما يتحرقوش. ومنها اصلا الزيت ما لازمش يكون بارد، بس كرم يتفتحوا لكم، ما تخلوش اصلا زيت يبرد، يعني يكون سخون. وحطوا كمية، يعني هو عادي هم صغار. وما تخافوش في طريقة القلي. ما راهمش رايحين يلصقولكم، ما راح يصير لهم والو، رايحين يجوكم كعبات حلوين.
وهاهم كيفاش حماروا. ما ادخلوهمش صفر بس ما يجوش صفر، يعني يجوا حمورة هكا شوية. اللون تاعهم ما يكونش دوغي، يجي يكون احمر، بصح ما تخلوهمش هادوك اللي يتحرقوا. راح تشوفوا الشكل النهائي تاعهم، هيعجبكم. او كما قلت لكم، من تخرجوهم من المقله حطوهم في العسل اللي يكون بارد وهما ما مسخونين. خلوهم واحد 10 دقائق هكا 7 دقائق في العسل، ما بين ما يشربوا العسل تاعهم. من بعد خرجوهم. وهاي حبات المقيرة تاعي كيفاش جاو يهبلوا تحفه في البنه. في الشكل تاعهم وسي كما راكم تشوفوا يهبلوا. تقدروا تعتمدوهم كمشروع، ونتمنى انكم تجربوهم وتبعثوا لي في الانستغرام ديالي استاذ اكوا، وبعثوا لي صوروهم لي وابعثوهم لي. باش نشوف كيفاش جاوكم. وما تنسوش تدعموني وخلوا الاشتراك في القناه وتعليق. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم، راح نشارك معكم بزاف وصفات. باي باي.